احنا اتكلمنا قبل كده على المعادله المحاسبيه وعرفنا انها بتتكون من ايه؟ بتتكون من الاسيتس ايكوال اللايبيليتي بلس الاونرز ايكويتي. وقلنا ان الاونرز ايكويتي جواها اربع حاجات. عندك انفستمنت باي اونر زي ناقص دروينج الحاجات اللي سحبها المالك، دول ماليش علاقه بيهم. في حاجه اسمها الريفينيو ماينس الاكسبنس، صح كده؟ ده اللي احنا اخدناه وعارفينه كويس. قلنا ان الاصول بتيجي من مصدرين اللايبيليتي والاونرز ايكويتي، وقلنا ان الاونرز ايكويتي دي بتيجي من اربع حاجات: يا اما استثمار من المالك، يا اما دروينج، يا اما ريفينيو، يا اما اكسبنس. هم الاربع حاجات دول هم اللي بيأثروا عليهم. اتنين بيقللوها اللي هو الدروينج والاكسبنس، واتنين بيزودوها اللي هو انفستمنت باي اونر والريفينيو، صح كده؟ النهارده بقى احنا عايزين نفهم حاجه مهمه جدا. احنا قلنا ان انا عندي لو انا عايز احسب الشركه دي بتكسب ولا بتخسر، بتكسب ولا بتخسر، يبقى انا لازم اقول الشركه دي بتكسب عن فتره معينه. يعني ايه؟ يعني الريفينيو ده انا جالي مثلا جالي 1000 جنيه ريفينيو وجالي مصروف 800، يبقى انا كده كسبان ولا خسران؟ كده انا كسبان. ليه؟ لان الايراد جاي لي اكتر من المصروف، ف 1000 ناقص 800 يديني 200 مكسب، صح كده؟ طب ال1000 ده هل انا جبته النهارده ولا جبته في شهر ولا جبته في شهرين ولا في سنه ولا في 3 شهور ولا في 10 سنين؟ فهنا لازم اقول الريفينيو ده جالي عن فتره قد ايه علشان اقدر اقول انا كسبت ولا خسرت. انا كسبت ولا خسرت. طيب تعالوا كده ما نفكر كده مع بعض في مشروع ضخم شويه زي مثلا كوبري. انا ببني كوبري والكوبري ده هيقعد 10 سنين، نفترض كده يعني هيقعد 10 سنين يتبني. ايه ده؟ يعني انا هقعد اصرف وما يجيليش ايراد من الكوبري غير بعد 10 سنين؟ ما هو ده المنطق بيقول كده. يعني انا بنيت كوبري اهو، الكوبري ده انا قعدت ابنيه في 10 سنين، فانا عمال اصرف عليه اهو، فتكبدت مصاريف مثلا مثلا 100 مليون. فال 100 مليون دي مصاريف اهي، ما جاليش ايراد، ما انا لسه ما بخلصش الكوبري وما سلمتوش للحكومه وما سلمتوش للجهه اللي عايزاه، فما جاليش منه ايراد. فمعنى كده ان انا كسبان ولا خسران؟ انا لو كده لو جيت انا قلت انا كسبان ولا خسران، ده انا لازم اقول ايه بقى؟ انا كده عندي مصروف 100 مليون وما عنديش ايراد، ريفينيو صفر، وما عنديش اي وعندي مصاريف كتيره جدا، يبقى انا كده كسبان ولا خسران؟ فالموضوع كده بقى معقد شويه. الموضوع ما عادش سهل ان انا احسبه بالطريقه دي. انا مش بيجي لي ايراد ومصروف في فتره صغيره، ده انا ممكن يجي لي ايراد في فتره كبيره ومصروف في فتره كبيره، فانا ما بقاش عارف اعمل ايه. عشان كده قال لك لا، احنا لازم نقسم الشركه لارتفيشال بيريود. يعني انا عندي عمر الشركه اهو، ليكن مثلا عمرها هنا 1 وهنا 50 سنه، فانا لازم اقسم الشركه لاقسام صغيره كده، كل واحده بسنه. فاجي مثلا انا عايز اقسم فترات معينه، فانا هاخد الفتره دي، هي دي الفتره دي اللي انا هقول عليها انا كسبت في الفتره دي هنا ريفينيو قد ايه في الفتره دي واكسبنس قد ايه في الفتره دي. يبقى انا هنا عملت ايه؟ انا قسمت الشركه لاجزاء صغيره لفترات صغيره عشان اقدر اقول هي كسبت في الفتره الصغيره دي ولا كسبت في الفتره الصغيره ديت. وده عمل حاجه كبيره جدا. يبقى انا لازم ادي الفتره دي كل ما تستحقه من ايراد وكل ما تستحقه من مصروف. يبقى انا لما قسمت الشركه قسمتها لفترات، فالفتره دي ليه؟ علشان ادي الفتره دي كل اللي يخصها من الايراد بتاعها وكل اللي يخصها من المصاريف بتاعتها. وبالتالي ظهر معايا assumption اسمه time period assumption. time period assumption. ايه ده فرضيه جديده. فاكرين الفرضيتين اللي اتكلمنا عليهم قبل كده اللي هم كانوا اسمهم ايه؟ اللي اسمهم مونيتري. واحد كان اسمه مونيتري يونت اسامبشن، مونيتري يونت اسامبشن، وكان في حاجه اسمها ايكونوميك انتيتي، ايكونوميك انتيتي اسامبشن. فرضيه ان الكيان ده مستقل بذاته عن صاحب الشركه، كل واحد مستقل بذاته، ده اللي بفترض كده عشان اعرف اسجل. والمونيتري يونت اسامبشن اللي هو انا بفترض ان كل حاجه بسجلها بتيجي بقيسها بالوحده النقديه
بقيسها بالوحده النقديه. والتايم بيريود اسامبشن ده الجديد بقى، ان انا بفترض ان الشركه دي هي، عشان اقول الشركه دي كسبت ولا خسرت لازم اجيبها من سنه الاولى لحد سنه 50 واقول لكم هي كسبت على بعض السنين دي كلها ولا خسرت. لكن احنا مش هنقدر نعمل كده، لان احنا محتاجين في النص نعرف واحد مثلا دخل لمده سنه معاك في شريك، واحد دخل لمده سنتين، واحد دخل لمده 5 سنين، فعايز يعرف انا كسبت في الفتره دي ولا خسرت. فانا لازم اقسم الشركه لفترات اسمها artificial period. artificial period اللي هي الفتره المحاسبيه اللي انا بقفل فيها السنه الماليه، اللي انا بفتح فيها السنه الماليه وبقفل فيها السنه الماليه. فعشان كده احنا قلنا ان البيريود دي فتره. طب الفتره دي بقى قال لك سموها ايه؟ سموها في الغالب بتكون سنه. طب احنا قلنا شهر، احنا شهر ده عشان نقفل شهر بشهر، ده للشركه تقرير داخلي بنديه للمدير، نقول له خد احنا عملنا الشهر ده قد كذا، عملنا الربع ده قد كذا، عملنا في ال6 شهور اللي فاتوا دول قد كذا. انما احنا بنخرج تقارير للناس اللي بره كل سنه، كل سنه. ده الهدف، ده الاساس بتاعنا. ورغم ان الشركات اللي في البورصه لازم تطلعوا كل 3 شهور، بس الاصل سنه، يعني ده الطبيعي ان هو لازم يطلع كل سنه. فقال لك قسمنا البيريود لثلاث فترات. في حاجه اسمها انترم بيريود، انترم بيريود، ودي لو هي اقل من سنه، 3 شهور 6 شهور كده، يبقى اسمها ايه؟ انترم بيريود. وفي عندنا كالندر يير، دي لو الشركه بتبتدي من 1/1 وتنتهي في 31/12، في الحاله دي هتلاقيها بتبقى اسمها ايه؟ كالندر يير. اسمها كالندر يير اللي هي بتبتدي من 1/1 وبتنتهي في 31/12 مع السنه الماليه العاديه خالص. وفي عندنا بقى ايه؟ الفيزيكال يير اللي هي لو السنه الماليه بتبتدي في اي يوم في السنه، يعني مثلا سي بتبتدي يوم 1/3 وبتخلص يوم 28/2، مش مع الكالندر يير، فدي اسمها فيزيكال يير. السنه الماليه بتاعت زي مثلا المدارس، السنه الماليه بتاعتها بتبتدي في شهر 9 او شهر 1/8 وبتنتهي في 31/7، يبقى دي اسمها ايه؟ فيزيكال يير. وكالندر يير وانترم بيريود. انترم بيريود دي يعني فتره اقل من سنه، انا بطلع تقرير لفتره اقل من سنه، اسمها انترم بيريود. يبقى احنا كده اتكلمنا على التايم بيريود اسامبشن، عرفنا ان احنا لازم نقسم الشركه لفترات معينه علشان نقدر نحسب الايراد والمصروف الخاص بالفتره ديت ايه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.